السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ جايه لكم بفيديو جديد ويوم جديد. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت بقى ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم روتين كده سريع. اتمنى ان الفيديوهات بتاعتي كده تكون خفيفه وتكون بتعجبكم. طبعا اول حاجه فتحت يعني البيبان والشبابيك بتاعت شقتي فوق، وبعد كده نزلت اخدت الهدوم بتاعتنا ونزلت. طبعا انا بصب الهدوم وكل حاجتي تحت زي ما عرفتكم ان انا في بيت عيله يعني، وقاعده وكل قعدتي تحت. فانا باخد الهدوم الصبح كده وانا نازله، لما بيكون عندي مثلا كميه كبيره. طبعا ما صبنتش من يوم العيد، فكان عندي كميه هدوم كبيره، فما كانش ينفع اصبنها في الغساله اللي هي الكامله دي، لان طبعا زي ما انتم عارفين بتاخد دوره بدوره، والدوره بتغيب يجي ساعتين. فكان يعني هتاخد مني وقت. فانا مسكت كده اول ما نزلت قبل ما انزل للطيور او اعمل اي حاجه، دورت الغساله وحطيت فيها شويه كده زي ما انتم شايفين، وحطيت فيها شويه كرو، وحطيت كده دوره من الهدوم البيضة. هعلق بقى كده الاول في ريحه على اللحمه دي، عشان خاطر طبعا اللحمه زي ما انتم عارفين بتاخد وقت. فانا قلت هعلق عليها برضو بسرعه كده. شطفتها، انا بحب اشطفها طبعا عشان مكان التقطيع وكده، فانا بحب اديها شطفه كده. وبعد كده هعلق عليها واسيبها بقى ايه براحتها خالص على منزل لطيوري، واصبن واخلص اللي ورايا كله، تكون اللحمه استوت كده على نار هاديه. وطبعا بسيب اللي في ايدي واروح اطلع الدور. يعني مثلا لما الاقي الدور خلاص نضف بقوم رايحه مطلعاه وشطفاه وحطاه في النشافه، واحط دور غير على طول. فانت تكوني تكسبي وقت يعني واكون خلصت طبيخ وغدا والبيت وكده، وتكوني برضو ايه بتصبني في ريحك وتخلصوا كله في وقت واحد. مش لسه تعملي الاكل وتخلصوا وبعد كده تروحي ايه تدوري الغساله وتصبني. وزي ما قلت لكم ما كنتش صبنت من العيد، فكان عندي هدوم ياما، فمسكتهم كده خدتهم معايا وانا نازله الصبح. وبعد كده ايه دورت الغساله زي ما شفتوا، احطه دور بدور كده واطلعه وهنشر الاخر خالص. طبعا لو انت فاضيه بقى ومراكش الا حاجات بسيطه الدور اللي يطلع معاكي على طول نشريه. انما انا كنت بعلق على اكل فريحي، وطبعا لسه هفطر عندنا البيت، وكان ورايا يعني حاجات ياما. فانا قلت هخلص بس كده من اللي ورايا الاول، الحاجه المهمه الاول، وبعد كده هباخد الهدوم كلها مره واحده انشرها بره في البراند. سخنت بقى الحله جامد كده زي ما شفتوا، وبعد كده نزلت باللحمه اللي معاكي. لازم اهم حاجه تدي للحمه صدمه، او الفراخ او اي حاجه عندك لازم تديها صدمه عشان تطلع معاكي حلو. وحطيت كان عندي كده شويه من التخديعه في التلاجة، وقمت جايباهم حطاهم. وحطيت كده بصلتين سلام زي ما هما، وبحب اقطع بصلايه كده. وحطيت فصين توم، ما كانش عندي فلفل ولا حاجه، فاستكفيت يعني بالبصل وحبهان بقى وورق لوري وزي ما تحبي في التوابل. بس اهم حاجه ما تحطيش توابل اللي هي البودره ياما، عشان خاطر ايه ما تغمقش معاك الشوربه وكده. حطيت شويه فلفل اسمر صغيرين. طبعا ما تحطيش ملح خالص دلوقتي، الا لما تخش على سوا خالص تقوم حاطه الملح بتاعها. هنا بقى علقت على اللحمة وسبتها بقى براحتها. طبعا بعد ما اتشوحت حلو، نزلت بقى في الوقت ده انا فصلت الكاميرا ونزلت لطيوري تحت وخلصت اللي ورايا تحت. وطلعت بقى هنا فطرت اهل بيتي وكده وولادي. اليوم ده كان اجازة، مسكتهم برضو فطرتهم وكده. همسك بقى المواعين دي اغسلها في ريحي كده. وطبعا ما بنساش الغسالة. اما بتحسي كده ان الدور نضف معاكي، طبعا انت بتحط الهدوم وعارفة الهدوم دي نظيفة، الهدوم مثلا دي متسخة شوية متسخة جامد، فانت ايه بتعرفي غسيلك عامل ازاي. يعني مثلا لو هي هدوم بيضة وفيها مثلا اتساخ شوية، فانت تطولي الدورة شوية. مثلا هي هدوم الوان ومثلا نظيفة يا دوبك عرق وكده، فانت مثلا ايه يا دوبك يعني لفتين تلاتة كده وبتقوم مطلعة الهدوم، وبتقومي شاطفة على طول وحاطة في النشافة وحاطة بقى ايه حابة بقى تنشري. لو انت مالكة حابة تنشري اول باول براحتك، حابة مثلا تلمي هدومك كلها وبعد كده تاخديها البرندة تنشريها، فبرضه ده حاجة ترجع لك انت. بس زي ما شفتوا انا بشتغل حوالين الغسالة، مش واقفة في ريح الغسالة. انا عندي برضو كان عندي مواعين ياما، جبت من المواعين اللي فوق، كان عندي شويه مواعين فوق برضو خدتهم معايا على الهدوم كده وانا نازله الصبح. وخليت شقتي نظيفه قبل ما انزل، عشان ما يبقى اما اخلص تحت ما يبقاش ورايا حاجه فوق. هغسل بقى المواعين دي واكفيها واشطفها يعني واكفيها.
هغسل بقى انا المواعين كلها براحتي كده عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. انا ما بحبش بصراحه اطول عليكم الفيديوهات، عشان كده ما تملوش ويعني تستفادوا مني، ولو بمعلومه او حاجه بسيطه مني تطلعوا يعني تكونوا متنشطين كده من الفيديو. وحشنا بقى الروتينات والحاجات مع بعض. معلش غصب عني اليومين اللي عدوا دول اتاخرت عليكم في تنزيل فيديوهاتي. معلش بقى سامحوني. ان شاء الله هنكون مع بعض على طول. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وشكرا لاخواتي وحبايبي اللي معايا اللي مشرفيني على طول. يا رب كده ما نحرمش منكم، ودايما كده نكونوا مع بعض على طول. وهنا اللحمة برضو كانت بتغلي معايا اهو. شلت الريم اللي كان على الوش ده وهسيبها كده تتهوى عشان خاطر ما تفرش معايا وتبهدل لي الدنيا. كنت بقى طلعت 3 ادوار من التصبين، يعني انا على ما غسلت المواعين وعلقت على اللحمة كنت طلعت 3 ادوار. احمر بقى كده شويه لسان عصفور على شويه شعريه في ريح اللحمه، بيبقى لهم طعم حلو كده بشوربه اللحمه. طبعا اول حاجه بتنزلي بها لسان العصفور وبتديله تشويحه حلوه الاول، لان هو اللي بياخد تحمير شويه قبل الشعريه. حمرته شويه كده قبل الشعريه، وبعد كده نزلت بالشعريه لحد ما اتحمروا وخدوا لون معايا، وتنزلي على طول بالشوربه اللي بتاعه اللحم. حابه بقى تقطعي عليه جرنان كده فلفل، زي ما قلت لكم ما كانش عندي فلفل. الفلفل بيدوله نفس حلو كده وانت بتحمري. ولو حابه برضو تقطعي عليه بصلايه برضو براحتك انت، بس لو حطيتي جرن فلفل بيخلي لك ريحته جميله وطعمه كمان احلى. بس بصراحه انا ما كانش عندي فلفل في اليوم ده. احمر بقى الشعريه دي، مش هطول عليكم برضو. طبعا لازم تكوني ايدك فيه وبتقلبي فيه كل شويه عشان خاطر اللون يبقى معاكي مظبوط، ما يقدم يعني الشعريه ما تاخدش لون ولسان العصفور ياخد لون. زي ما شفتوا كده انا بحبه غامق هزه. خلصت بقى تصبين واكل وكله وبيت وكل حاجه، والظهر كان لسه بينا. وهنا خلاص حطيت بقى الشوربه وغطيت عليها، وطبعا حطيت الملح لان اللحمه كانت معايا ما طابتش. وخلصت بقى كله ورايا، ونشرت برضو الهدوم قبل الغدا، وعملت بقى سلطة وجليت بطاطس والشوربة. وده كان غدانا النهاردة. يا رب الفيديو كده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه لو بمعلومة بسيطة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.